لو انا معايا 400,000 جنيه هشتري عربيه نوعها ايه؟ طبعا التاجر هو اصلا في بيع العربيه، هو اصلا مصلحته ان هو عايز يخلع بالفلوس وبغض النظر عن بيع فيها ايا كان يعني. السؤال الاهم بقى، ازاي اخد قرار ان انا اتحرك على مركز صيانه؟ ده التوكيل ذات نفسه ما بيعملش الكلام ده في عربيات الزيرو، ما تدفعش اي جنيه قبل ما تكون فحصتها في مكان كويس. شايف العربيات الصيني اللي انتشرت خلال الفتره اللي فاتت وبكثره، هل هي ممكن تنجح؟ قررنا اقول لك خد العربيه ما تاخدهاش دي، ماليش دخل فيها. انت لما تسرق ما تسرقش كده بغشم. ليه مش بتصور فحص العربيات زي ما بيعملوا مراكز الفحص في القاهره؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بهاء كاست. لو انا معايا 400,000 جنيه هشتري عربيه نوعها ايه؟ وهل هشتري عربيه صيني ولا ابعد عن الصيني؟ صاحبي بيقول لي ابعد عن اي عربيه الفتيس بتاعها سي في تي. طب لو انا عايز اشتري عربيه 7 راكب اقل من مليون جنيه تنصحني اشتري ايه؟ السؤال الاهم بقى، هل في مركز فحص مضمون في مدينه جرجا؟ ولو سمعت صوت في عربيتي ازاي اخد قرار ان انا اتحرك على مركز صيانه؟ منورنا النهارده في البودكاست ده الباشمهندس احمد جناوي. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك استاذ محمد، اهلا بيك. صاحب اول مركز فحص وصيانه سيارات في مدينه جرجا. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك، اهلا. منورنا في بهاء كاست. والله انا اسعد ولي الشرف انه والله احنا لنا فتره احنا عايزين نطلع يعني صح يعني. بالظبط. صح. والله اللقاء ده يمكن ليه 6 7 شهور 8 شهور. اكتر والله. خلاص عارف الصحافه بتاعت اللي هو ظبط ونبقى نتقابل صح. هو ده بالظبط اللي حصل. ده يمكن انا عايز اقول لك فعلا احنا من لنا 6 شهور او 7 شهور من بعد ما انا يا باشا اشتريت العربيه يا النيسان. باشا انا عارف. انا عارف والله. كل شويه ظبط وانا ظبط بالظبط. انا. طيب كلمنا سريعا كده عن مركز فحص الجناوي للسيارات. والله هو وصيانة. يعني مركز صيانة متواضع هنا في مدينة جرجا. معكم أنا الأول أخوكم أحمد جناوي، مهندس ميكانيكا بالأساس وخريج هندسة أسيوط دفعة 19 20. معايا بدأت الفكرة بتاعتي كانت في بعد ما اتخرجنا طبعا وخلصنا مراحل الجيش والكلام ده. في 22 بدأت، كنت الأول نزلت دورة تدريبية بعد الكلية طبعا في معهد الدومبوسكو سيليزيان في القاهرة. ونزلت برضو فترة كده في مراكز صيانة، كنت في القاهرة برضو اشتغلت فيها. والله كنت شغال فيها، والله كنت شغال فيها فني مش شغال فيها مهندس. يعني أنا كنت تخش لا زي الصناعية، وكان حتى الباكيشيش آخر اليوم والله كنت قاعد يعني بتقص. ناس تفتكرني صنايعي معاهم زي أي حد عادي، بس الواحد أنا كنت يعني قصدي كده وبدأت كده ان انت عشان تكون مع الناس. اتمرن وعشان ادعك بيدي، عشان بكره وبعده انا يعني كل تكنيك وكل خطوه بتتم عندي في المكان. انا كل ده في يوم من الايام انا كنت شغاله بيدي وما زلت يعني. والله بتوقف حياه كتير مع الشباب عندي انا بشتغلها عادي بيدي خالص بدون اي مشاكل يعني. بس اكيد يعني طبعا. هي لازم يعني في السلم فيش دور خامس تطلع على طول، يعني لازم تطلع ارض سلمة سلمة. بالظبط. طبعا انا سعيد بوجودك معايا. والله وانا اسعد. هو في بس نقطة مهمة خالص. اتفضل. هو انت من فين؟ اه. والله بص، انا المعضله دي معايا من ايام الكليه. انا كليه انا خدت اعدادي سنه وما كنتش حاسس بالموضوع ده. انا كان عادي احنا انا يعني كنت انا اسمي احمد جناوي عادي. فهنا في البلد ما كنتش انا لما رحت الكليه بقى أنا اقول في الدفعه مثلا انا اسمي احمد جناوي، اقول يعني عشان من جنة، اقول لا يا عم مش شرط انا احمد جناوي بس من سوهاج يعني. انا من جيرج اصلا. فهي العيله اسمها احمد جناوي، لكن اصلا يعني عادي يعني انا اسمي احمد جناوي عادي، لكن عيله مش اكتر. لكن انا ليش شرف طبعا والله اكون من جنة، وناس جنة على راسهم محترمين وناس طيبين خالص والله. لكن انا والله انا من سوهاج جرجي يعني. اهلا وسهلا بك يا غالي. طيب خلينا نبدا على طول في البودكاست بتاعنا، وعايزين نعرف ايه اغرب المواقف اللي مرت عليك في الفحص. لا والله ده الفحص ده بتبقى فيه يعني مهازل والله. عارف ومهازل، عارف اللي هو، وخاصة عندنا احنا في الصعيد. يعني احنا في الصعيد اصلا العربيات دي بتبقى دايما، وخاصة في القرى بتبقى أسرية شوية. فمش انت في القاهرة مثلا ممكن في وجه بحري انت ممكن تشتري عربية واخوك يشتري عربية. هنا في مثلا في الصعيد بقى قصص دي ممكن الأسرة هتشتري عربية. الأسرة دي اللي مكونة من 5 أسر فرعية. فأنا والله في مرة كنت في رمضان اللي فات ده مثلا عربية جاية تفحص، وراها تقريبا 15 نفر جايين، 15 نفر والله. اللي هو تقريبا دول لو داخلين ياخدوا طار يعني. بس احنا عندنا تكنيك في الصعيد مختلف يعني. احنا يعني مختلف عن القاهره في كتير يعني. فبتبقى مثلا قصه مثلا يعني الاعداد طبعا الغفيره
اما بالنسبه لاغلب المواقف اللي احنا كنا بتمر على الفحص لا كثير والله. يعني احنا عارف مثلا في مره مثلا احنا كنا، هو اغلبهم بيبقى مناكفات طبعا معنا من التجار. اكيد. هو التجار يعني هم فيهم طبعا ناس يعني على راسنا، ناس محترمه وكل حاجه، بس طبعا التاجر هو اصلا في بيع العربيه هو اصلا مصلحته انه عايز يخلع بالفلوس، وبغض النظر عن بيع فيها ايا كان يعني. انا مره كنت في فحص مثلا اتذكر من سنه القصه دي، والله عربيه كانت فيها نص خلفي، كانت لانسر بومه، فبقول للعامل فيها نص خلفي العربيه لانسر بومه، يعني النص ده مقطوع. يروح يجي التاجر راكب معايا فيا يقول لي طب ما النص مقطوع متغير يعني مش متغير؟ قلت له يعني الموضوع سيان يعني اتغير ما اتغيرش يعني هو الموضوع. خلاص. هو خلاص النص اتقطع، ركب وهو ركب بتاع ما هي عربيه فيها، اختها، ودي خلص فيها يعني مشكله الموضوع، كبيره. موضوع انتهى يعني الموضوع انتهى والله. وبتجينا دايما مثلا احيانا والله ناس يعني بتجينا طبعا، يعني انا دايما مع كلمه ان انت ما تشتراش عربيه وتدفع فلوس ايا كانت يعني الاستعطافات اللي بتحصل، نبص وتروح تخش في البيع والشراء. يا باشا العربيه لو بعد 100 سنه فيها حاجه بتاعتنا، مفيش الكلام ده. وانت ده التوكيل ذات نفسه ما بيعملش الكلام ده في عربيات الزيرو. ما بس طبعا هو بيحصلش. بيبقى يعني هو دايما بتبقى يعني ده بوش، وبعد ما تخلص البيع او تدفع فلوس، مش تخلص تدفع اول فلوس في العربيه، بيبقى التعامل تاني اختلف لو العربيه طلع فيها اي مشكله. فانا دايما مع قصه انت لو بتشتري في عربيه تدفعش اي جنيه قبل ما تكون فحصتها في مكان كويس. طب لو احنا عايزين نقدم نصيحة تاني، لأن في بعض الناس للأسف بيضحك عليها في حتة العربية مغيرة ربع مغيرة نص، يقول لي يا باشا لا هي مغير ربع بس ده مش هيأثر عليك في حاجة، ده العربية حصلت كده يا باشا تمام. انا، وبتحصل دايما في الناس لو انت بتشتري عربيه اول مره. وانا والله عملت فيديو للحياه اللي هي الحياه الكريتيكال في العيوب الشرعيه والعيوب اللي هي مش شرعيه. هو احنا بص العربيه، احنا طبعا العربيه دي ماشيه في شارع، فطالما ماشيه في شارع العربيه دي معرضه انها تتخبط وتتحك وتحصل لها اي حاجه، ومفيش حاجه ما بتتباعش ده لو تمام. راكنة تحت بس البيت. احنا بالظبط يعني، فهي في عيوب بتبقى جوهريه وعيوب مش جوهريه. الجوهريه طبعا في البيع والشراء العربيه تبقى مقطوعه في الشاسيه، مقطوعه في الشاسيه حتى مع المرور بتبقى فيها مشاكل، بتتثبت بضوابط، يعني في حاجات معينه بتتثبت وفي حاجات ما بتنفعش تتثبت، والعربيه بتاخد رفض ترخيص وكده. ف يعني مثلا انت العربيه مثلا لو قال لك فيها رفرف خلفي متغير، ده الرفرف ده قطع في العربيه، انما الرفرف امامي مش قطع، ده بيتغير بمسامير. فانا في مره جتني عربيه والله كان، المعلومة دي أنا أول مرة أسمعها يا منك. باشا انا جتني في مره عربيه كيا ريو بتفحص مع واحد يعني اول مره يشتري في عربيه ودكتور هو ري، فبيقول لي انه العربيه دي انا بشتريها وكده وبفحص، فبقول له العربيه فيها رفرف. انا متوقع بقى الاندهاج بتاعت كل عميل بتحصل. قال لي تمام ماشي مفيش مشكله، هو جاي انه فيها رفرف. بعد كده بقول لي يا باشمهندس هو الرفرف ده عيب؟ قلت له يعني ايه اللي عيب؟ ايوه طبعا عيب، ومن سعر وثمن العربيه هو ما يعيبش في المرور الرفرف الخلفي، انما من سعر العربيه مثلا لو كانت مثلا هنقول العربيه دي مثلا ب 500 طبيعي، اللي مغير الرفرف ده هتبقى مثلا ب 400. انما هي العربيه دي كانت متباعه اصلا بسعرها الرسمي، وانا للعلم انا في البيع في الفحص انا لا بتدخل في سعر. في سعر ولا بتدخل في قرار انك اقول لك خد العربيه وما تاخدهاش. انا اللي عندك اللي ليك عندي ان مثلا اقول لك العربيه دي حالتها الفنيه بالتفصيل، من حاله كاوتش، من موتور، من شاسيه، من اللمبه المحروقه عندك ايه، لكن قرار ان اقول لك خد العربيه وما تاخدهاش دي ماليش دخل فيها، لان بتبقى هي وجهات نظر ما بين يعني كل واحد وكده. بس انا من دور ان انا بوضح لك اللي في العربيه بالتفصيل، وهوضح لك مثلا العيوب دي تنفع وما تنفعش. انا اقول لك مثلا حاجه مش هنبعد، لا هنبعد. الاسبوع اللي فات انا كانت عندي عربيه بتفحص كيا سبورتاج، العربيه دي الشاسيه بتاعها سليم ما فيهوش اي مشاكل، انما المشكله كانت ايه؟ المشكله انه كانت الموتور بتاعها يعني محلول قبل كده ومعمر والعداد نازل. العربيه دي كانت عدادها يعني عدادها عالي. عدادها 60,000، برغم ان هي اصلا حاله الصالون بتاعها وكده تشير ان العربيه دي 200,000. يا باشا والله معدى 300، ده اقل واجب. عربيه اصلا الكونسوله كلها ممسوحه، الباكيتات بتاعت الجوائم كلها مع التجاريح تمام. يعني العربيه اتهلكت. ايه بس طبعا، وحتى يعني هو التاجر، ما انت لما تسرق ما تسرقش كده بغشم، يعني انت عربيه 300,000 يعني خليها مثلا 150، هو كل ده حرام يعني، انت ده غش في الميزان. انا ببيع لك كيلو طماطم، انا بتقول لك ان هو ده كيلو وانا ببيعه لك نص كيلو، فحرام طبعا في الاول مظبوط. وفي الاخر ده. بس يعني هي مرض تجار، وهو مكاسب سريعه بتيجي والله، وسبحان الله بتطلع سريعا يعني، ليها تصريفها من عند ربنا كده حياد برضه يعني. مم. طب وانا ملاحظ حاجة عليك، انت بدأت الفترة اللي فاتت بقوة على السوشيال ميديا وبتنزل فيديوهات، وما شاء الله انت مكسر الدنيا على السوشيال ميديا، وشايف ان الفيديوهات بتاعتك بتوصل ما شاء الله الحمد لمشاهدات لله عاليه. الحمد لله. وطبعا لو في حد بيتفرج علينا في البودكاست ده ولسه ما دخلش على صفحه باشمهندس احمد، هنسيب اللينك تحت البودكاست في الكومنتات، وبرضه هيظهر معانا على الشاشه. ليه مش بتصور فحص العربيات زي ما بيعملوا مراكز الفحص في القاهره؟ والله هي بص يعني هي عادات وتقاليد، يعني كنت الاول بصور خلي بالك،
بس يعني احنا عادات وتقاليدنا يعني لينا عادات وثقافات تختلف شويه عن بحري. احنا في بحري ممكن اصلا نبقى اتنين ساكنين في برج واحد، تمام، وانا خلاك معانا سكن في بحري، فانا يعني ممكن احنا اتنين نبقوا ساكنين في نفس العماره ونفس البرج، انا اللي في وشي في الشقه اللي في وشي ما اعرفوش اصلا عربيته ايه ولا نوعها ايه ولا هو اسمه ايه اصلا. يعني اصلا ممكن اعرفش اصلا هو اسمه ايه اصلا. انما احنا هنا في الصعيد تختلف الحته دي عن تختلف في حته عن وجه مثلا ايه بحري خالص. يعني احنا عارفين فلان ده ولد فلان وعلان وساكن فين ومتجوز مين، وبص كل وحكم عاداتنا التفاصيل. وتقاليدنا فالحته دي يعني هي حته حلوه وحته وحشه في نفس الوقت. يعني مثلا انا كنت بصور عربيات واروح اخفي رقم العربيه وكده واخفي العربية. معالمها اصلا يعني. والله راح الاقي اتصال، الو العربيه اللي نزلتها البلد كلها هي ترن، العربيه اللي كنتوا تفحصوها اللي طيب اللي كانت فيها سقف نازله على النت. يا عم ده انا شايل كل الملامح بتاعتها وشايل كل الاشخاص. بس احنا هنا يعني عندنا حاسه الشم تقريبا قويه قوي يعني الصعيد يعني لا ما هو خلي بالك برضه هنا عدد العربيات صغير، عدد الناس احنا صغير. ايوه بالظبط. يعني القاهرة مثلا احنا عينها برضه في كبير. ثقافه بيننا وبين بحري. العربيه مثلا احنا ممكن تبقى 2020 لو هي في البلد هنا مثلا في الصعيد مش هتلاقيها عدد مثلا 2020 اكتر من 70 80 الف، الا لو كانت يعني اختلاف طبيعه سفر او طبيعه شغل العميل يعني. انما في القاهره ممكن 2020 دي تكون جايبه 250 الف 300 الف عادي طبيعي، بسبب ان الطرق هناك مفتوحه والطرق مظبوط. واسعه. انت ممكن عشان تتنقل مثلا تقول انا رايح مشوار مثلا من المرج مثلا لاكتوبر او الكلام ده، يبقى رايح جاي مثلا 90 كيلو، تمام. احنا مظبوط. بينا 90 كيلو ده عشان تروح يقول لك ده رحت من محافظه لمحافظه، طلعت من محافظه صح. لمحافظه ثانيه مظبوط صح. كده يعني. فاصل وهنرجع تاني. شايف العربيات الصيني اللي انتشرت خلال الفترة اللي فاتت وبكثرة، هل هي ممكن تنجح؟ والله هو بص يعني الموضوع ده موضوع متشعب شويه. هو العربيات الصيني مش يعني هي مش انتشرت آخر فترة، هي منتشره من زمان، تمام. بس طبعا احنا جينا في اخر سنه تقريبا اخر سنتين في لا، كميه يعني كتير. في ماسوره عربيات صيني ضربت. لا كتير. وحتى خلي بالك يعني هي فعلا مش عندنا احنا القصه دي بس، هي القصه دي برضه في الصين البراندات الكتير دي اتوسعت يعني بطريقه غير طبيعيه، وخاصه مع بدايه العربيات الكهرباء اللي بدات تطلع وكده. فحتى الحكومه الصينيه دلوقتي شددت على قرارات انشاء المصانع الصينيه، انها كانت بتقدم تسهيلات لانشاء المصانع الصينيه ده والكلام ده. فهي بقت اجراءات التراخيص وعملت تشديدات شديده شويه، بسبب انه دلوقتي يعني بقت تحصل ازمه وفيها يعني في ناس في الشعب الصيني دلوقتي بدا يتظلم، بسبب مثلا انا دلوقتي احنا عائله هنفتح مصنع. هناك التسهيلات سهله وزي الفل، بس هنفتح مصنع تيجي شركه من الشركات العملاقه دي تروح تحرق لك سعر، ممكن تبيع لك العربيه اقل من سعر التكلفه، مقابل مثلا انه تبدا تقضي على الحياه دي. الحكومه الصينيه دلوقتي بدات يعني تشدد في حوار يعني انشاء المصانع وكده. يعني في كميه ماركات والله احنا كمراكز خدمه يعني احنا بقينا نتعب. يعني مثلا تجي لك العربيه مثلا اسمها مثلا مش هنقول اسامي، اسمها مثلا معين ماركه صينيه مش مشهور اصلا، عشان تدخلها على الجهاز عندك ولا يتعرف عليه لاي التشخيص الديagnostic عندك الايس دي عشان تدخلها مش هتلاقي اصلا، مش بتلاقي البراند، تبدا تدور العربيه دي اصلا من تصنيع شركه ايه ولا فيها راكب موتور ايه عشان تقدر تدخلها. فهي اصلا يعني انت مثلا كنت تيجي مثلا عربيه تويوتا، عربيه كيا هونداي، تدخلها تلاقي كيا هونداي تويوتا ماركات صريحه معروفه، كل الموديلات اللي نازله منها سواء كانت كامري تويوتا كورولا ايا كان مظبوط. مصاريح. دلوقتي انت بتخش الصيني ما بتخش ممكن من اسم العربيه، تخش تبدا تخش من تدخل الموتور. يا باشا، تخش شيء راكبه موتور تبدا تخمن تخمين. فهي حتى يعني الماسوره اللي اتفتحت دي مش عندنا احنا بس، احنا حتى في الصين، والصين بدات حاليا تشدد في اجراءات. يعني شايف ان هي هيبقى فيها هيبقى فيها تشديد شويه وهتتلم شويه الحته دي، انما هي واقع لابد منه. هي مثل العرض الصيني برضه قدمت معادله صعبه في السوق المصري في امس الحاجه يعني السوق المصري محتاجها. وهي قدمت يعني عربيات بقيمه سعريه مقابل يعني قيمه مقابل سعر بطريقه غير طبيعيه. بس هي بقى تعيبها تنقصها حته واحده، هي الديورابيلتي بتاعتها على المدى البعيد. العربيات دي ما بتصمتش، ما بتفضلش. ما بتصمتش. يعني انت العربيه، انا هقول لك مثلا مثال، انت لو مثلا رجعنا بين الزمن سنه 2013 و2014 كانت نازله شركه جيلي من الشركات الكبيره الصينيه. مظبوط. وهي وشركه شيري برضه شيري في شويه يعني. المهم الشركه دي كانت منزله عربيه جيلي ميجاند ساعتها في سنه 2014، وكانت عامله 80000 جنيه تقريبا. كانت في نفس السنه نازله عربيه الفيرنا دي كانت برضه عامله 80000 جنيه. هات عربيه فيرنا ماشيه 2014 موديل 2014 دلوقتي مثلا ماشيه 300000، وهات عربيه جيلي ماشيه نفس الموديل 300000. بص على حاله العربيتين هتلاقي العربيه دي بص عجوزه، والجيلي مثلا ده عربيه عجوزه وهرتلت كده، والرفارف بتاعتها مفسحه كده وتقريبا زي اللي ساقطين وسايحين، وبارومه فيها منتشره باجزاء غير طبيعيه لدرجه بتوصل للجوائم والحاجات دي. وهات عربيه فيرنا هتلاقي الفيرنا برغم انها خفيفه ونعشه وكل حاجه، بس هتلاقيها البارومه دي مش منتشره الانتشار ده.
بعيدا عن حته البرومه، القيمه السعريه نفسها على المدى على مدار السنين، العربيه دي مشيت نفس الكيلوهات ونفس الكيلوهات معدل مش. سعر البيع. يا باشا العربيه النهارده اللي احنا بنتكلم جيلي ميجراند ماسكه من 200 ل 250 الف 2014، انما الفيرنا ماسكه من 300 ل 350 الف، برغم ان دول زيرو كان نفس السعر. مظبوط. على مدار السنين الصيانات الجيلي ميجراند اغلى من الفيرنا، اغلى من الفيرنا سعريا خالص يعني. انت النهارده تجيب اكسدام الفيرنا ب 400 جنيه، اقل اكسدام مثلا في جيلي ميجراند 1000 1000 ونص 1200 كده يعني. طب لو انا معايا 400,000 جنيه اللي بدأنا بيه البودكاست، والله هو الرقم ده رقم محير، عارف. هو انت ما بتعرفش ترشح فيه عربيات اقتصاديه ولا عربيات متوسط، اصلا بتبقى انت في حيره. هو رقم محير والله. 400,000 يعني انت عارف يجيب لك فيرنا، في نفس الوقت ممكن يركبك عربيه كروز، وما بين العربيتين في الاوبشن كده وكده. بس انت هي بيتحدد الحته دي حسب انت العربيه هتستخدمها فين، طبيعه شغلك هتكون ايه. حلو. فمثلا انت مثلا لو عربيه مثلا هتجيبها لسوق ولشغل وشقه والكلام ده، مش هتنفع معاك طبعا غير عربيات مثلا في الفئه السعريه 400,000 مثلا زي الفيرنا. طبعا يعني مع ان انا عربيه انا ما بحبهاش بصراحه، هي عربيه مش بحبها، هي عربيه عمليه جدا وما فيهاش اي عيوب تذكر غير ان هي خفيفه والكلام ده. بس هي ما هي فاضيه، بس هي عربيه عمليه بطريقه غير طبيعيه، عربيه عمليه غير طبيعيه، قطعه غيرها رخيصه جدا موجوده في السوبر وباشا، ماركت. واي حد بيعرف يصينها. يعني اي حد يقول الف ب ميكانيكا بيعرف يشتغل فيها، مش عربيه صعبه خالص يعني. ففيرنا طبعا تترأس يعني رقم واحد في الموضوع ده. ممكن بعد كده نرشح، بس هي فيرنا هتكون موديل عالي، يعني هنتكلم ممكن تبقى موديل 17 16 الكلام ده. في رينج 400,000 ممكن برضو العربيات لشغل ممكن تجيب النيسان صاني. طبعا النيسان صاني ممكن تركب عربية 2015 2014 اوتوماتيك. وممكن لو انت مثلا في رينج 400,000 عربية عملية برضو الافيو، عربية عملية جدا تمام في رينج 400,000. عربية برضو عملية ممكن الماتشوبيسي لانسر. بس الماتشوبيسي لانسر انت لو هتشتغل بقى تطبيقات نقل ذكي للاسف هتبدا تنزل في الموديل، والموديل في التطبيقات النقل الذكي تقريبا مش بتنفع، بتجيب في معظم الابلكيشنات اقل من 2010. فاللانسر دي هتلاقي 2006 و2007، فيعني حسب برضه توجه. انما عربيه عمليه زي الفل، بس يعيبها طبعا مشكله البوابه وحساس الايدل بتاعها يعني. طيب ايه العربيات اللي ابعد عنها في نفس الفئه السعريه؟ تبعد عن الكروز. لو انت عربيه مش هتجيبها لاستخدام بيت، هتجيبها لشقه وكده. الكروز عربيه او لتطبيقات اوبشنات. النقل لا الذكي ابعد عربيه عن الكروز برضه. الكروز ده عايز عربيه، هي عربيه اوبشن في الخيال، عربيه شكلها حلو وعربيه بص يعني بتضرب نار. بس المشكله ده عايز استخدام خفيف، مشوار كل يوم على الهادي 30 كيلو ولا حاجه وكده. ان هي يعني العربيه دي يجي لنا عافيتها الحراره، وهي اصلا العربيه دي مصمم يعني طريقه تشغيل الكلوز دلوب بتاعت دوره التبريد بتاعتها بتشتغل المراوح بتاعتها على 103 و107 فاهمني. فبتبقى بخلاف مثلا انت عربيات الكوري بتشتغل على 94 درجه المراوح بتاعتها. فهي مصمم من الصانع على درجه تشغيل عاليه، فدرجه تشغيل عاليه دي بتخلي العربيه دي يعني عايز استخدام، مش عايز طحن، عايز استخدام بسيط، وعشان صيانتها غاليه برضه مش رخيصه. طيب سؤال هتستفاد بيه كل الناس اللي ممكن بتستخدم الابلكيشنز بتاعت النقل الذكي ويمكن ما اتكلمناش فيه مع بعض. لو انا معايا 400,000 جنيه تمام وهشتغل على تطبيق من التطبيقات اللي موجوده زي اوبر كريم ايا كان التطبيق مثلا التطبيقات الموجوده، تمام. اجيب عربيه مستعمله زي مثلا نيسان صاني زي ما انت قلت 2013 2014 2015، ولا ادفعهم في عربيه زيرو واقسط الباقي؟ والله هي بص الحته دي يعني بترجع لكذا نقطه. انت هي دي نفسها. لو انت برضه هتأجر عربيه، ما انت كانك بتساوي نفسك كده. انت جيب معاك 400,000 رميتهم مقدم عربيه النهارده مثلا نيسان صاني زيرو عنده قيمه 7 ونص اول فئه، فانت هيبقى عليك قسط 350,000. لو هتقسطهم هيبقى عندك تقريبا قسط شهري مثلا 10,000 جنيه. فانت لو هتأجر عربيه يعني هتأجرها ب 15,000. لا قدر الله احنا العربيه، انا بالنسبه لي ما بحبش انه يكون عليك يبقى مبلغ كل شهر ليه. اصل ملتزم العربيه بيه. دي انت ماشي على الهواء تمام، ممكن تمشي معاك 10 سنين زي الفل، وممكن لا قدر الله يحصل حادث مفاجئ العربيه تربط في البيت وكده. فانت في اللحظه دي طب الاقساط ده هتعمل لها او هتسدها منين؟ هتحمل وانت نفسك مثلا زياده. مشتري وحاطط كده في دماغك ان انا هشتري وهشتغل كل شهر هجيب مثلا 20 هسد 10 واصرف 10. ممكن ما تظبطش في شهور يعني. يا ربنا يدي الصحه لكل الناس طبعا، بس يعني ممكن ما تظبطش شهور، وممكن يبقى يعني هي انت من الاخر كده هي هيكون فيها ريسك. انا بالنسبه لي اجيب عربيه ب 400,000 عادي مستعمله واشتغل عليها سنه سنتين ثلاثه ربنا يكرمني تمام، واحوش مبلغ كويس. المبلغ ده لو تيسر في يدي ان انا اكمل زيرو ابيعها واكمل زيرو مباشره، لكن ما قسطش. انا القسط ما بحبوش في حياتي يعني عامه يعني. فاصل وهنرجع تاني. ورجعنا لكم تاني في بهاء كاست. فتيس الدول كلتش
ناجح ولا لا؟ والله هو فتيس ناجح، بس عايز له ظروف، يعني ناجح في الظروف المناسبه بتاعته. هو اصلا فتيس هو مشكله عانى في السوق المصري بسبب حاجه، احنا استخدامنا في السوق المصري يختلف عن الاستخدام اللي هو نازل ليه. هو اصلا فتيس اصلا منشأه كان في العربيات الفورمولا 1، العربيات بتاعت السباقات وكده. بس الفتيس ده هو اصلا يعني هو ايه الفتيس الدول كلاتش؟ الدول كلاتش ده اصلا فتيس شغال على اسطوانتين دبرياج، زي لو هنرجع نبسط المعلومه كده. انت العربيات المانوال يعني ايه الزمنيه، بالظبط؟ يعني ايه عربيات دبل المانوال، كلاتش؟ العربيه المانوال الزمنيه كانت فيها طقم دبرياج، اسطوانه دبرياج. مظبوط. الاسطوانه دي هو الفتيس الدول كلاتش فيها اسطوانه دبرياج بس اسطوانتين، فعشان كده سمى دول كلاتش، هو يعني اتنين كلاتش فيه. فبس بقى يعني التحديث بقى والحياه اللي اتضافت، هو فتيس مانوال اندمج فيه فتيس اوتوماتيك، دخلوا في بعض كده. في احنا قلنا طقمين، اتنين اسطوانه. اتنين اسطوانه، واحده بتبقى ماسكه الغيارات الفرديه اللي هو الاول الاول والثالث والثالث والخامس، والخامس. وواحده بتبقى ماسكه الزوجيه الثاني الرابع السادس، تمام. فاسطوانه دي هو الفكره بتاعته مبنيه اصلا كيف مبنيه، ان انا العربيه واخده الغير الاول وشغال على الاسطوانه بتاعت الغير الاول، اسطوانه الغير الثاني محضر الغير الثاني على طول بسرعه عشان تدولك نقل سريع بدون ما تحس، ويديك اعلى توفير واداء رياضي، هو اداء رياضي. فانت لو على طريق سفر الفتيس ده يبقى ممتع جدا، تمام. طرق انما مفتوحه. طرق مفتوحه، هو بقى فشل ليه في السوق المصري اصلا؟ فشل بسبب الزحمه بتاعت احنا ما السوق عندناش المصري. هو طرق الفتيس ده مفتوحه. كاره للزحمه، وهو يوم ما بيوقف الاسطوانات دي بتبدا تسخن، تمام، وتبدا تتاكل. حتى عشان كده مؤخرا بدا يبقى يعني يبقى انقسم، طلع فيه جيل جديد طبعا في الدول كلاتش، طلع فيه جيل جديد للدول كلاتش اللي هو الويت. بدل ما هو جاف وتبريد جاف، بيبقى فيه تبريد زيت وبيبقى مغمور في الزيت، بيبقى ده لايف تايم من عمر الفتيس. المفروض اصلا الدول كلاتش الجاف ده برضه لايف تايم من عمر الفتيس، يعني في عربيات مرسيدس نازله اصلا بدول كلاتش جاف لايف تايم من عمر الفتيس ما بيتغيرش، زي مثلا في السبورتاج والتوسان يقول لك احنا بيتغير صيانه دوريه كل 100,000. يعني هو مشكله الفتيس ده صيانته غاليه جدا، بس هو لايف تايم بره مصر مش عندنا احنا في الطرق ده. يعني ممكن لو بره مصر اصلا، هو في اوروبا ممكن يبقى العميل بيشتري عربيه هيمشي بيها مثلا 200,000، ده عمر العربيه بتاعته، وبعدين بيشوف هيصدرها للبلد اللي زي هنا ده ولا حاجه تنزل مع قيمه تنزل حاجه زي كده، تمام. الفتيس هو بالنسبه له ال 200,000 هيمشيهم بدون ما يغير طقم كلاسيات. انما عندنا احنا في مصر عشان العربيه دي بتبقى بتكبر مع العيال اصلا، بنجيبها في البيت والعيال وتعيش بتكبر، معانا. العيال بتكبر معاها اصلا وبتكبر مع العيال، وتبقى لها قصص حب وروايات وكده، بالظبط. فبيختلف الوضع. احنا لما نيجي نصين في مشكله في عربيات مثلا زي تيجو 7، العربيه دي كانت نازله بفتيس دول كلاتش دراي في الموديلات القديمه اللي هي ما قبل 25. فالعربيه دي طقم الكلاتش بتاعها واصل 70,000 جنيه بتغير في التوكيل، برغم ان العربيه كلها بمليون جنيه. فبرضه صيانته غاليه. انا انزل لي دول كلاتش ودراي ما فيهوش اي مشاكل، بس خلي صيانته رخيصه. طب التوسان والسبورتاج نازله لحد يومنا هذا دول كلاتش دراي، بيتغير له طقم كلاتشات بس عامل كام؟ يعني طقم الكلاتشات بيعمل 22,000 لحد ما يقول هتجيبه زيرو وتركبه مصنعات يخلي معاك 30,000 جنيه. يعني 30,000 جنيه على الفتيس العربيه. بتاع السبورتاج التوسان والتوسان دول كلاتش برضه، دبل كلاتش دول وبيتغير طقم الكلاتشات طقم على 100 الكلاتشات بتاعته 150 انت ورزقك فيها، ب تمام. 30,000. 30,000 وعربيه بمليون و700 ومليون و800 و2 مليون. عربيه والشيري بمليون جنيه والتيجو طقم 7 التيجو 7 ب بيتغير ب 70,000. 70,000. بس حاليا التيجو 7 25 و26 بدا ينزل الدول كلاتش الويت اللي هو ما بيقولوا لايف تايم، بس حتى الان احنا ما شفناش منه مشاكل. بس هل هيثبت وجوده ولا لا؟ ده يعني الايام بقى والسنين هي اللي هتثبت تقول الكلام ده. طيب فتيس السي في تي فشل في كل البراندات ولا في براندات ناجح فيها؟ والله هو بص، الفتيس سي في تي هو فتيس فشل في كل البراندات بصراحه، يعني معظمهم هنقول مش كلهم، ما عدا تقريبا تويوتا. الكورولا اركب التويوتا يا باشا، لسه. التويوتا بص، هو اختصر المفيد. اركب اي حاجه من انتاج شركه ايسن دي هي الذراع الايمن لتصنيع الفتايس لشركه تويوتا في اليابان. هم في شركتين عملاقتين في اليابان لتصنيع الفتايس، هم شركه ايسن اليابانيه اللي بتصنع لتويوتا، وشركه الثانيه اللي هي جاتيكو اللي هي بتصنع لنيسان وممكن لرينو. اي فتيس يشوفوا يعني ايسن النسان كده يا حاجه باشا كويسه بقى. اركب يا باشا. لا فتيس النيسان ده 4 غير ممتاز. ما هو بص، احنا انسب فتيس للسوق المصري والزحمه بتاعت السوق المصري، احنا اصلا معظم استخدامنا مدني، فهو الفتيس الاربع غيار او 6 غيار، والفتيس الثمانية غيار اللي نزل في الاي 8 بتاعت السكودا. خلي اللي بالك هو اللي السكودا، بيتقال عليه 4 غيارات تنفس السكودا طبيعي ومش عارف السكودا ايه. ومجموعه السيت ده اول ما ابتدع قصه الدول كلاتش، تمام. اول ما نزلت في قصه الدول كلاتش ولما اثبت فشلوا معاهم، ما تجيبليش سيره تمام. السكودا. اول ما فشلوا معاهم، خلي بالك اول شركه يعني الاي 8 اللي هي موديلات 2019 و20 في السكودا، رجعت تاني واستسلمت للموضوع وعرفت انه النطيط وحش، راحت جابت فتيس 8 غير من شركه ايسن اليابانيه اللي بتصنع لتويوتا.
ففتيس 8 غير في الايسن محترم جدا. وبص فتيس اي فتيس ايسن اركبه. الفتيس الوحيد اللي الايسن فشلت فيه سنتين ولحقوا نفسهم بسرعه فتيس الجنوب افريقيا في 2008 2009 في تويوتا يعني. يعني اذا سؤالك على السي في تي فشل في كل البراندات ما والله عدا تويوتا. هو بص عايز سواقه تنحى يعني مؤاخذه يعني في اللفظ. هو ليه سواقه؟ هو عايز اصلا مش عايز غرز ولا عايز مفادات ولا بص عايز سواقه هاديه خالص ولا بتاع غرز. وعايز واحد بالراحه يمشي. لو انت طبقت القاعده دي باختصار والله الفتيس هيعيش معاك في اي براند طبعا. يعني ما عدا هو يعني البراندات الصينيه مثلا زي الشيرو اريزو 5 فشل ذريع. الفتيس ده ممكن على 50,000 تلاقيه باظ بسبب اصلا رداءة الخامات بتاعته مش بسبب الفتيس. بسبب رداءة الخامات نفسها بتاعت الفتيس. الخامات بتاعت الفتيس بتتاكل بسرعه. السبائك بتاعت الفتيس نفسها مش الصلابه بتاعتها مش عاليه اصلا. فتلاقي الفتيس اصلا احنا لو جينا اصلا الاساس فكره السي في تي. فاكر العجله الزمنيه كنت بتغير لها غيارات كده مظبوط. اللي هي انت ابوك غني كده ومعاه فلوس يجيب لك عجله مش زي بتاعتنا كنا من جوه مغيرات الكورتين والحاجات اللي هو الثابته. كان يجيب لك عجله بغيارات وانت تتحنجر بقى تقعد تنقل بقى في الغيارات هو ده فتيس السي في تي. خلي بالك الفتيس ده مبني على طنبورتين كده يعني 2 طنبوره. واحده يعني واحده فاريبل متغيره واحده هي فيكسد. واحده وما بينهم سير زي سير غساله كده. الفاريبل ده انت مثلا بديج وخلي الطنبوره ده على ترس صغير بيديك سرعه عاليه. بديج الطنبوره خالص وبقفل خالص وخليك على ترس كبير تمام بيديك سرعه بطيئه بس عزم اقوى. ما هو هي عكس بعض. السرعه عاليه هيديك عزم اقوى قليل. اللي هو سرعه قليله بيديك عزم قوي. فهي مبنيه فكره على كده. هو فتيس بيديك لو عايز يخلي لك نقلات فيه. طبعا اي نقلات في الفتيس السي في تي ده نقلات بتبقى اصلا في نقلات وهميه مش حقيقيه. اي فتيس في السي في تي المفروض لو شغال عادي هيشتغل بدون ما تحس باي نقله صغيره. ما تلاقيش الاربين بينزل ويطلع. بس في بعض الشركات بتعمل في السوفت وير بتاعها انه تديك نقلات تحسسك ان هو بينقل لكن هو في الواقع مش بينقل اصلا. هو شغال على طنبوره زي ما قلت لك 2 درامز واحده فيكسد واحده يعني هي فاريبل. فهو بيديك لو عايز يديك 20 نقله يقول لك الفتيس بتاع السي في تي فيه 20 نقله صغير بس هو مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. طيب هو انا يمكن حابب اشكر الباشمهندس احمد في حاجه مهمه خالص ويمكن هو بيتفاجئ بالكلام ده. لان انا قبل ما اشتري العربيه بتاعتي كنت بقارن ما بينها وما بين الشيري اريزو وكنت ناوي ان انا اروح اسحبها زيرو وهدخل في اقساط والله ده وحوارات. ربنا انقذك والله. وهو نصحني ساعتها قال لي لا ابعد خالص عن الشيري اريزو. والله وبعدين انا اكتشفت في الفتره الحاليه معايا اكتر من حد معاه ايش النهارده فتيسها وصل 70,000. فتيس وصل 70,000 الاريزو 5. والله والعمره بتاعته النهارده من 30 ل 40,000. ولدرجه ان المصنع نفسه يعني الفتيس ده قطعه غير الفتيس نازله جديده. ترمبه زيت نازله جديده. جربه بتنزل جديده. مع معظم البراندات الثانيه اللي هي الثقيله زي تويوتا ما تلاقيش قطعه غير نازله فتيس جديده سواء كانت درامات ولا بتجيب استيراد. لانه اصلا المصنع عارف انه الحاجه ما بتطلبش غير نادرا وبتبقى لايف تايم من عمر العربيه. لكن الشركه من كتر ما استسلمت يعني بقت قطعه غير زي البوجيهات فبقت نازله في السوق قطع غير الفتيس السي في تي بتاع الشيري اريزو ده جديده وكده. انا حابب اشكرك على المعلومه. ايش هذا حبيبي. طيب سؤال سريع. عربيات عمليه تحت المليون جنيه ادينا عربيتين 3 تحت المليون حسب برضه طريقه استخدامك ما كتير. انا خلاك يعني هو الشيري اريزو التيجو 7 ادينا 3 عربيات ممكن اشتراهم كرفاهيه. انا اقول لك حاجه ما هو انت وصلت للمليون يعني انت كده اكيد هتوصل لرفاهيه. ما انت مش هتجيب عربيه شغل مثلا بمليون. حلو تمام يعني الا مثلا لو انت هتشتري الانتر اي دي مع ان النهارده كسرت المليون. تمام الانتر اي دي وما فيش حد هيشتغلها. اللي حصل الفتره اللي فاتت ان في ارتفاع حصل في العربي في هو في ارتفاع عشان نرد ما بنردش بسرعه يعني بنقعد نطول. بس بدا والله يعني في مثلا ام جي نزلت في السوق يعني بدا يريح. وفي كم براند والله كتير بدا يريح في الاسعار. في المليون جنيه في مجموعه عربيات خاصه مع انتشار العربيات الصيني كتير وهتلاقي معظمهم اصلا في الترشيحات صيني. يعني انت لو عايز زيرو هتبدا تشوف التيجو 7. تيجو 7 بعد ما يعني موضوع الفتيس تيجو 7 2025 26 يا باشا عشان موضوع الفتيس هيتحسن. ما هو خلاص انت هتجيبها زيرو بقى. ما هتجيبها زيرو بقى. انت النهارده الفتيس بعد ما بقى حتى الان ما فيش مشاكل وعربيه ثابته وجودها والصي بتاعها نوعا ما كويس مقارنه بماركات ثانيه يعني. مظبوط. هو احنا عايزين تحت المليون يعني تحت المليون. ما هي 920 الفئه الاولى وتقريبا مليون و80 هو فرنج المليون. ما لو وصل المليون تبقى مليون 50 المعضله. لو كان تحت المليون ممكن برضه في المليون برضه الزد اس في الام جي. بس الزد اس لو انت هتجيبها في الام جي في تجيب زد اس عربيات دي اس يو في كلها هنتكلم عليها.
هتجيب الزد اس اول فئه، ما تجيبش تاني فئه. اول فئه ليه؟ عشان بتنزل بفتيس 4 غير عادي، مش بتنزل سي في تي، وفتيس السي في تي بتاع الام جي يعني فتيس يعني ولد عم شير اريزو 5 كده. طيب هل فعلا فكره ان الام جي تبع البي ام والفكره دي؟ هي ام جي اصلا هي شركه انجليزيه اصلا فعلا تمام وكل حاجه، بس هي اشتريت شركه صينيه. ما انا افرض النهارده بي ام يعني هي شركه المانيه، اشتريت شركه في حته صينيه. كانوا بيسوقوا بيها. ماشي، ما هو دي هي اصلا الشركه اتباعت وبيبيعوا هنا بيها هي تسويقيا مش اكتر من كده. لكن هي لا خامات انجليزي ولا مواتير انجليزيه، كلها هي شركه ام جي كانت شركه انجليزيه فعلا، اشتريتها شركه صينيه. لكن هي العربيه كلها اعتبرها اسمها بيتش ام جي يعني، بس هو اسم تجاري تسويقي بيبيعوا بيه مش اكتر يعني. افضل عربيه 7 راكب تحت المليون. سألنا السؤال 7 ده راكب كتير. يعني بيت. بص، هو مش هتجيب جديد طبعا، الجديد في الرينج ده مش هيبقى صعب. 7 راكب انا طبعا بالنسبه لي هو حوار ال7 راكب. اول حاجه الكنبه الاخرانيه في العربيات دي بتبقى كنبه اصلا للاطفال، ما بتبقاش يعني بتبقى كنبه صغيره كده. ويا اما بتشتغل العربيه شنطه، في معظم العربيات دي بتشتغل يعني الكنبه السابعه اللي هو بتاعت السبع ده راكب في يعني. الاس يو في الكلام ده. ما هي بتبقى عربيات ما بين اس يو في وما بين عربيات ستيشن يعني، ما بين كده وبين كده. بالظبط. فمثلا هتبقى مثلا على راسهم ممكن تبقى الكيا نيو كارنز، النيو كارنز 2015 16 17. العربيات دي، لا العربيه دي تحت المليون، تجيبها مستعمل طبعا. العربيه دي بتلعب في كام؟ تلعب ممكن النهارده مثلا تبدا معاك من 700,000 اصدار عالي. لحد 900,000 حسب موديل. معاك 2016 17 لحد 19 تقريبا نيو كارنز شغاله. دي 7 راكب بتنزل، وعربيه محترمه جدا. ماشي. هننزل شويه في السعر تمام. ممكن نخش مثلا في العربيات الصيني في الجيتور اكس 70 يعني، دي ممكن يلاقيها في الصيني في تحت جديده، مش جديده هتلاقيها مستعمل تحت المليون برضه. برضه دي 7 راكب. هتبدا ممكن تخش بعد كده تنزل شويه في البادجت. تخش مثلا في بادجت 500,000 في الدايهاتسو جراند تيريوس. دي عربيه شبه الجيب كده بس لذيذه. بس هي برضه هي بس لذيذه. تقريبا اصدارات قديمه. هي اصدارات هي في لحد 2012 منها، في 10 و11 و12. بس المشكله بتنزل بموتور 1500، فبيبقى الموتور نفسه ضعيف، وفتيس 4 نقلات يبقى ضعيف شويه الفتيس ده. ونفس العربيه دي بتنزل في تويوتا نفس الموتور يعني، بينزل بالفتيس بتاعها، بينزل في تويوتا افنزا. تويوتا افنزا، ودي 7 راكب ودي 7 راكب، بس الافنزا بتبقى شكل الستيشن، الثانيه بتبقى. الافانزا حلوه، بس انا ركبت الافانزا وسوقتها يعني، بس انا بحس ان هي كنزه شويه. ما هي كنزة فعلا وبرضه. بس هي هي العربية أنا عربية هي عائلية، هي عربية عائلية مش بتاعت طرق وعرة ولا الكلام ده. مثلا لما الجراند تيريس الناس تشوفها تقول جيب، بس هي مش جيب يعني. موتور 1500 تنفس طبيعي، وفتيس 4 نقلات. التنين عايزين مسيسة، هم عمليين وزي الفل، بس مش الديورابيلتي بتاعتهم عالية، مش عمر افتراض طويل فيها يعني. طيب افضل عربيات موفره في البنزين بشكل عام لاي حد شاب بيفكر ان هو يشتري عربيه؟ ما بص، هم حاجتين عكس بعض. انت عايز عربيه توفر في البنزين، لازم تلاقي عربيه خفيفه. يعني هو ارضاء الناس يعني، ما فيش حاجه تاخدها انت كامله. مظبوط. هتاخد عربيه خفيفه توفر معاك في البنزين، هتاخد عربيه ثقيله لازم مش هتوفر معاك في البنزين. فمثلا انت الكيا سيراتو والالنترا، العربيات دي محترمه جدا ما فيهاش اي مشاكل، بس مش موفرين. انما عندك العربيات الموفره في البنزين، الناس اللي هتنتقد فيهم هي النيسان صني، عربيه ورق وزي الفل. عشان هي ورق هي بتوفر في البنزين، هي عربيه الوزن خفيف على موتور 1500، فعربيه لازم توفر معاك في البنزين. عربيه اقتصاديه جدا نيسان صني ان 17 طبعا. عندك العربيات لان برضه 16 عكسها. لا عكسها خالص، لان 16 دي غول بنزين. غول انا بنزين. تقريبا سمعت ان هي بنزين وزيت. لا الزيت والله عربيه معمر خالص مواتيرها، وفتيسها معمر خالص، بس المشكله هي في الاستهلاك بتاعها عالي شويه. في ناس بتعدل لها رشاشات، مش عارف تركب رشاشات فيرنا وحاجات كده. بس يعني هي مشهور عنها حته وكاله بنزين. الفيرنا طبعا عربيه برضو ما تتنسيش في توفير البنزين، بتنزل بموتور 1600. بس العربيه دي يعني هي برضو ورق، ما هي لازم ورق عشان توفر البنزين. يا باشا اصلا هو لا مؤاخذه، هي العربيه هو حمار واحد، الحمار ده 1500 سي سي لا مؤاخذه، هو لفظ يعني وضيع بس هيبقى قريب للمشاهد. هو الحمار ده انا لو ركبت عليه عربيه 50 كيلو هياخد منك ربطة بلاتين قليلة. انما لو حطيت عليها مثلا 10 تنفار بعربيه وزنها تقيل، ما لازم كل خطوتين عاوز ياكل. صح. بس يعني طيب احنا وصلنا لاخر حته معانا تمام. في البودكاست. نيسان صني ولا اوبترا؟ شكل جديد طبعا. والله بص، الاوبترا نازله برضه للاسف في تي سي في تي. وخلي بالك ان نيسان صني يعني، انا كنت في السعوديه لسه قريب،
فهي نازله ان 18 نازله في تيست سي في تي، وفي تيست سي في تي بتاع نيسان فاشل، هو بتاع السنتر وكده، ومنتج شركه ليه مش جيتكو. هو مش نيسان بينتج لها شركه اللي انت هي قلت عليها؟ جيتكو، ما هي جيتكو في الفتاة سي في تي مش فيها ناجحه، هي اللي ناجحه في الفتاة سي في تي هي شركه ايسن. وشركه ايسن ايسن اه. بتعمل حركه صايعه شويه، هي بتشوف اصلا نقاط الضعف فين وتعالجها. انما معظم باقي الشركات اللي بره دي ما بتعالجش، يعني تبقى عارف مثلا نقاط الضعف في الفتيس السي في تي، مثلا انه مثلا الدرامات بتاعت الفتيس بتتاكل بسرعه، فما بتعالجش. لكن مثلا ايسن بتنزل درامات صلابتها عاليه خالص، بتنزل الجنزير بتاع اللي هو الكتينه بتاعت الفتيس، بتنزله جنزير سميك، وخامات بتاعت السبائك بتاعته صلابتها عاليه خالص. فما فيش شركه بتعمل الكلام ده. بتيجي عندك التويوتا مثلا في الفتايس اللي هي السي في تي اللي بتنزل في المواتير الكبيره اللي هي ال 2000 سي سي وال 2400، بتعمل حركه صايعه خالص. هو الفتيس السي في تي هو اللي بيطحنه طلعه العربيه او الشابه زي ما بيقولوا، اللي هو انت بتفادي فبتضغط كيك داون الفتيس يموت، فيجي له سكته قلبيه تلاقيه طار يعني. والله هذا اللي بيحصل. تمام. فهو ده اللي بيحصل. فانت راح شركه ايسن بتعمل ايه؟ منزله فتيس سي في تي في المحركات اللي هي يعني 2000 بتاعت التويوتا وكده، منزله فتيس البند الطلعه اصلا على تروس، فالغيار الاول فيها مش على الدرام والكتينه دي، منزلها على ترس. فيروح يديك النقله طلعت العربيه على ترس، بعد كده يروح يحولك على ايه، هيحولك على يحولك بعد ما الدرام. تكون خدت سرعتك على الكتينه والحاجات اللي هي يعني بتتاكل بسرعه دي. فهي يعني هو الشركات يا عم، يعني هي الشركات لازم تشوف يعني مثلا نقاط الضعف بتاعت الفتيس ده ايه، نقاط ضعف السي في تي مثلا الطلعه بتاعته، لا انا اشوف مثلا الطلعه دي عايزه تتعالج بايه، احسن خامات ما عشان جاوبتش على كده. السؤال انت. ايه السؤال؟ طيب ما هو السؤال. نيسان صاني ولا اوبترا؟ ما هو النيسان صني، خلينا في ما احنا طلعنا لو بره انا هشتري لو انا ما هشتري النيسان، ما لا احنا خلي بالك ما احنا لو انا هشتري بنتكلم. مستعمل. ما الاوبترا نزلت 25 و26 شكل، قبل ال 26 خدت منقطعه، يعني خدت منقطعه فتره ما كانش بتنزل اوبترا اصلا. تمام. فاحنا لو هتنزل احنا خلينا في ما الزيرو، احنا خلينا في خلينا الزيرو. في الزيرو. الزيرو النيسان صني بتنزل بفتيس 4 غير في مصر عادي، لان 17 ان 18 اللي لسه ما نزلتش مصر بتنزل بره، بتنزل في تيس كتير، بس احنا خلينا في مصر طبعا يعني. خلينا في مصر خلينا في اه. مصر. فهي بتنزل بفتيس 4 غير نيسان صني عملي ومريح للطرق المصريه وحمار شغل ما فيهوش اي مشاكل. انما الاوبترا يعني هو فيها فتيس سي في تي، بس هل هيثبت كفاءته ولا لا؟ ده لسه على مدار السنين، سنتين تاني واديك الزيتون ان شاء الله اذا كان هو عمره بقيه يعني. طيب الداينو بيرا ولا لوجان في لا يا العربيات راجل، لا اللي هي؟ يقارن النوبيرة مين يا عم؟ النوبيرة لا. طب ما انت لا بتكره تقارن، انا النوبيرا. بكره النوبيرة خالص والله. النوبيرة دي والله انا بدأت فيها، خلاك كنت شغال فيها وزي، بس هي عربية يعني، هو ده ملاك النوبيرة ضد راسي، وانا خلاك كنت في يوم من الايام مالك الاوبترا، ما كنتش النوبيرة، بس برضه الاوبترا ما برضه ما يعني كده يعني. هي العربية مشكلتها في حاجة، النوبيرة عربية تقيلة وعفشتها ناعمة وزي الفل وثبات محترم، بس عيبها هي طبعا في الاوتوماتيك في تيس فاشل، فشل ذريع. لدرجة انا لسه منزل فيديو ليه، انا شايف في الكومنتات انه بيتعدل له حاليا من كتر فشل الفتيس بتاعها، وصل 45000. العربية بتتباع ب 200000 اصلا، فربع ثمن العربية فتيس، وبتاخد الفتيس العربية النوبيرة اوتوماتيك تلاقي الفتيس ضربة فتيس على طول وفيها مشاكل، سواء فتيس صغير او في حالات فردية يقول لك انا عاش معايا الفتيس وزي الفل. بس انت وقت عشان تجيب استيراد مربوط بعمر العربيه. العربيه مثلا ليها العربيه دي اخرها 2008 مثلا النوبيرا، والاوتوماتيك نزل في 2001 2002. فانت عشان تلاقي ان هذا في استيراد مفيش، هتلاقيه متصلح ومتجرب قبل كده وبص وطلعان يعني ايه. فانت هتروح تصلح، ما قدامكش حاجه غير كده تصلح ب 25000 في تمشي بيه برضه رجع تاني باظ. فوالله خربت ياما، خربت بيوت مصر النوبيرا دي فعلا يعني. الموتور بتاعها موتور مش عملي، هو النوبيرا نزلت ببلوكه واحده من تحت ممتازه، نفعت مع يعني. انت تعرف النص التحتاني بتاع النوبيرا هو اللي نازل في اللانوس، هو اللي نازل في الاوبترا، ما فيهوش تعديلات كتيره تذكر. تمام. النص التحتاني ممتاز واشتغل تاكسي اللانوس واشتغل تاكسي الافيو زي مظبوط. الفل. انما النص الفوقاني ده فشل ذريع، وخلى الموتور بتاع التنين كام بتاع النوبيرا واللي نزل في الاوبترا القديمه موتور فاشل بالمره. موتور على كستوبانات وفي سلكتين دايما بيتقطع، موتور بص يكره صاحب العربيه ان هو اشترى في يوم من الايام عربيه اصلا يعني. لوجان ولا فيرنا؟ ما بص يعني انت حسب برضه الفيرنا فاضيه خالص، بس عمليه من عيار الصقيل، عربيه شقه وكده. اللوجان عربيه ممتازه سواء كانت مانوال بالذات واوتوماتيك، يعني نص نص يعني، عشان هي برضه فيها اللوجان دي غريبه شويه، بتنزل في الاوتوماتيك بموتور وفي المانوال بتنزل بموتور تاني. المانوال بتنزل بموتور 1600 8 صباب عملي جدا ما فيهوش اي مشاكل. بتنزل برضه في الاوتوماتيك بموتور 1000 في الاوتوماتيك موتور 1600، بس هي 2 كامه، مش هو مش كامه واحده زي الاوتوماتيك المانوال. فالموتور ده صوته عالي شويه، الموتور ده مثلا تلاقي على اعداد 200000 بدا يتقل، يعني تلاقي العربيه ما فيهاش الموتور دورته ثقيله، اول ما تسخن عربيه الدور تلاقي العربيه دورتها ثقيله. يعني فانت فيرنا. لو بتدور على
يعني دلع شويه هتجيب اللوجان. لوجان. لا عايز عربيه طحن طبعا الفيرنا. بس لو قلنا من ناحيه الصيانه، السنه التنين كويسين بصراحه. انا بالنسبه لي طب انا الله قطع اعلم. الغيار. بس في ناس بقى تقول لك يعني هي الفيرنا برضو فيها اللوجان فيها عيب برضو، عيب حوار ترمبه البنزين. بس ترمبه البنزين ده المفروض اللي اشترى اللوجان لازم ياخد تريننج على موضوع ترمبه البنزين. ترمبه البنزين دي قدرها بيجي فجاه كده. يعني ممكن انا في مره كانت في واحده والله كنت واصل لها ترمبه بنزين، كانت على الطريق يعني والله ماشيه قدام مقطوره، العربيه تفتفت بطلت قدام مقطوره كده، وراها ظلمه بس بتعدي مطب يعني، فستر ربنا. ايه اللي حصل؟ العربيه قطعت ترمبه بنزين في اللوجان. فهو اللي بيشترى لوجان لازم ياخد له كده يعني اسبوع زمن يتدرب على كيف فك ترمبه البنزين، ويبقى معاك ترمبه سبير في العربيه، ومعاك الزرينه طبعا بتاعت الترمبه. هو ده عيبها الترمبه بتصل فيا. طب معايا 750,000 وعايز اشتري عربيه زيرو، اشتري النيسان صاني ولا اشتري اريزو؟ هو تقريبا نفس الاثنين، الاثنين بنفس الفئه السعريه. في برضه خلي بالك يعني احنا مؤخرا بقت في ثواني اقول لك البروتون سايا. نزلت البروتون سايا برضه، بس دي بستة ونص. البروتون سايا بستة، من اول 6.5 تقريبا. والله بص، هو الفئه السعريه دي انا ما بحبش الاريزو تمام. هو بيقولوا في تيست حسن بتاع الموديل ال 25 26 سي برضه، هو سي في تي برضه. بس طلعنا عن المدى البعيد هل هيثبت فشل؟ واحنا عايزين في تيست امتى يظهر؟ يعني لما عربيه تقطع 200,000 وتعدي 200,000، يعني عربيه تمشي 200,000 وتكسرهم، تبدا عيوب العربيه الخفيه تبدا تظهر. انما لسه العربيات دي نازله السنه اللي فاتت، هتلاقي يوم واحد بدي شغال طلبات وكده هتلاقيه جايب 70 80,000 مثلا فيها، مش اكتر من كده. اتكلمنا عن العربيات اللي تحت المليون، وده اخر سؤال معانا. ما ذكرتش الهافال. والله هي بص، ما هي زي الماركات التانية، في برضه ما في كذا ماركة تانية، في هافال وفي جيتور. هو هم طبعا تعرف الجيتور الناس تفضلها، يقول لك الجيتور افخم من الشيري وبتاع، وهي اصلا برانش تبع شيري اصلا. الجيتور اصلا هي الشركة الام هي شيري، وبرانش منها كده هو شركة اللي هو الجيتور. حتى تفتح الكبوت هتلاقي المواتير والفتايس كلها جوا شيري عادي تمام. فهي هم كلهم ولاد عم. هم الصيني كلهم هتلاقيهم هم زي ما هم شبه بعض، هتلاقي العربيات شبه بعض. العربيات شبه بعض. طبعا احنا للاسف الوقت جري بسرعه معانا، وصلنا لنهايه البودكاست. مركز فحص وصيانه القناوي سيرفيس، صح كده؟ في جرجا. حصل فين؟ في المشوار الشرقي بجوار قاعة قصر الزابل ان شاء الله. يعني ما شاء الله، اللهم بارك وربنا يزيد. باشمهندس، في ناس بتيجي فحص من اسيوط، من سوهاج، من الغردقه، من البحر الاحمر، وده انا بشوفه بعيني ومش عشان خاطر هو قدامه. وطبعا البيج بتاعته ما شاء الله، في ناس بتخش له استشارات على البيج بتاعته وعلى الصفحه بتاعته. اللهم بارك. احنا مش بنحسد يعني، ولكن احنا برضو بنوضح لو في اي حد متابع البيج والقناه بتاعتنا على اليوتيوب ولسه ما يعرفش الباشمهندس احمد جناوي. طبعا احنا هنسيب لكم لينك البيج بتاعت الباشمهندس علشان خاطر تقدروا تدخلوا عليها. وبشكرك معانا، وان شاء الله شرفت بيك والله النهارده، واخيرا تم اللقاء اللي والله. ان شاء الله انتظرونا ببودكاست ثاني جديد. السلام عليكم.